فاتني أن أذكر أمرا مهما جدا عن فترة تأسيسي لأول مسرح يومي في العالم العربي. فبعد أول عمل ونتيجة للخسائر، فقد خسرت ماديا لأن المنتج أكل البيضة والتأشيرة زي ما بيقولوا. قررت أن أنتج العمل الثاني من جيبي الخاص حتى ولو اضطررت لأن أستلف المال، وهكذا كتبت عملا ثانيا كان بعنوان الشاطر علاء، وأنتجته وبدأت بعرضه عام 81. وللأسف بعد أسبوع واحد من بدء العروض التي كانت 9 عروض أسبوعيا انفجرت السفارة العراقية، وبعدها حدثت تفجيرات أمنية وأحداث مؤسفة دامية. ونتيجة لذلك كنا نضطر لأن نلغي بعض العروض. بدأنا أحيانا أسبوعيا نلغي عرض، بعدين أصبحنا نلغي عرضين، ثم 3، ثم 4. يعني بدأت الخسائر المادية نتيجة لإلغاء عدد من العروض. فبدل ما أقدم 9 عروض أسبوعيا أصبحت أقدم 4 عروض، أحيانا 3 عروض، ولدي مصاريف، أجور ممثلين ومسرح ودعاية وخلافه. أثناء تلك الفترة كنت أكابر وأستمر بتقديم العروض على أمل أن يهدأ الوضع الأمني وأعوض على الأقل تكاليف العمل، ولكن للأسف كان الوضع يزداد سوءا، فاضطررنا لأن نوقف العروض بعد 2.5 شهر، لأن الخسائر بلغت حوالي 45,000 ليرة آنذاك عام 81. يعني كان الدولار حوالي 2.5 ليرة أو 2.75 قرش. فقررت أن أكتفي بتلك الخسائر، وكنت قد ذكرت في بداية حديثي أنني عانيت من العمل الأول من آلام في ظهري، واستمرت تلك الآلام مع تقديمي لعروض العمل الثاني وتفاقمت حتى أوقفنا العروض. وبالتالي بدأت بإجراء علاج لظهري. التنوع في طبقات الصوت ما بين أدوار الشر والكوميدي يختلفان. فأدوار الشر غالبا يطغي على طبقات الصوت نوع من الخبث المبطن والمكر، غالبا يكون الصوت فيه يكون أجشا غليظا، أو فيه خنة. وأدوار الكوميدي يطغي عليها على طبقة الصوت الطيبة وأحيانا البلاهة التي تظهر من خلال الأداء. وطبعا الاثنان يختلفان. بالنسبة للتنسيق أثناء التسجيل، مع وجود العديد من الممثلين في المشهد الواحد، هذا كان يحدث في بداية
انطلاق الدبلجة تحديدا عام 78. يعني فنحن في عام 78 كنا أول من دبلج أفلام الكرتون والمسلسلات إلى اللغة العربية الفصحى، وكان ذلك تحديدا في مسلسل سندباد، حيث كان أحيانا يتواجد في المشهد 8 أو 9 شخصيات، وبالتالي جميع الشخصيات الممثلين أقصد يعني مضطرين أن يكونوا في الاستوديو، لأن كنا نسجل المشهد كاملا وعلى ميكروفون واحد، وإذا حدث وأن أخطأ أحد الزملاء باللغة الفصحى بالصرف والنحو أو بالأداء نضطر أن نعيد المشهد من البداية. يعني كان العمل مرهقا ومضنيا جدا، ويعني كان الدبلاج آنذاك في البدايات بدائيا إذا صح التعبير، مش زي النهاردة. يعني حاليا في أيامنا هذه يدخل كل ممثل بمفرده ليؤدي دوره في الاستوديو، وإذا ابتدأ بالحوار قبل بداية الشخصية على الشاشة بالكلام الليبسينج، يستطيع المنفذ المخرج أن يقدم الصوت أو يؤخره حسب المطلوب. يعني الأمر الآن أصبح أكثر سهولة، فيه جهد طبعا، ولكن أسهل مما كان عليه منذ 40 عاما أو أكثر. يعني في البدايات كنا نعاني جدا، 7 شخصيات 8 شخصيات في نفس المشهد، مجبرون جميعا على أن نتواجد على ميكروفون واحد ونؤدي سويا كل بدوره، فكان العمل مضنيا ومتعبا. مسلسل ريمي نفذناه بعد مسلسل سندباد، يعني تقريبا في نفس الفترة عام 78. وأنا بصراحة لكثرة الأعمال التي نفذتها، يعني مئات الأعمال، ما عدت أذكر الشخصيات التي لعبتها خلال أكثر من 40 سنة. برضو ريمي نفذناه بظروف صعبة وبدائية، ما كانش فيه المعدات الحديثة اللي موجودة حاليا. يعني الممثل يدخل لوحده الاستوديو حاليا يسجل، بدأ بالكلام قبل بداية الشخصية على الشاشة بالليبسينج، المنفذ المخرج بيقدم الصوت بيأخره، يعني مما يساعد الممثل ويهون عليه المهمة. طبعا في جهد، لكن مش زي ما كنا في البداية. خذي راحتك. بالنسبة لأداء أكثر من شخصية في نفس الحلقة وتغيير طبقة الصوت من صوت أجش غليظ أو صوت أخن أو صوت رفيع أو إلى ما هنالك مع ما يتطلبه الدور، هذا يعتمد على مهارة الفنان وحرفيته. يعني تقريبا زي المطرب ما بيؤدي وصل الطرب، أحيانا يؤدي بصوت قرار، أحيانا يؤدي بصوت جواب. يعني من الناحية دي في تشابه.
هنا الممثل يستعمل مهارته وحرفيته بإعطاء الشخصية الصوت الذي يتلائم. الشخصية التي أديتها وأثرت بي كثيرا، أو بالأحرى الشخصيات التي لعبتها وأحببتها كثيرا، هي الأدوار الكوميدية. أنا ميال إلى اللون الكوميدي كتابة وأداء. فأنا إضافة إلى أنني ممثل أكتب برامج للتلفزيون والإذاعة والمسرح، يعني أشعر أنني أشعر بمتعة كبيرة لا توصف حين أكتب أو أؤدي اللون الكوميدي، وهو بنظري أصعب أنواع الأداء الفني. التنوع في طبقات الصوت ما بين أدوار الشر والكوميدي يختلفان. فأدوار الشر غالبا يطغي على طبقات الصوت نوع من الخبث المبطن والمكر، غالبا يكون الصوت فيه يكون أجشا غليظا، أو فيه خنة. وأدوار الكوميدي يطغي عليها على طبقة الصوت الطيبة وأحيانا البلاهة التي تظهر من خلال الأداء. وطبعا الاثنان يختلفان. خضعت آنذاك لعلاجات كثيرة ولم ينفع الأمر، إلى أن حدث التواء في عمودي الفقري، وأصبحت الآلام شديدة جدا، وحدث تشوه في شكل العمود الفقري في شكل جسدي. فخضعت لجراحة، وللأسف حدث إهمال طبي أدى إلى حدوث التهاب في العظم، ما سبب لي شبه شلل عانيت منه لسنة تقريبا، وحتى يعني قضيتها من مستشفى لمستشفى، ووصلت إلى روسيا الاتحاد السوفيتي آنذاك عام 85 للعلاج، ولم أستفد كثيرا. وحتى هذه اللحظة أنا يعني أشعر بآلام في ظهري نتيجة الجهد الذي بذلته في تأسيس مسرح الأطفال. فاتني أن أذكر لك أنني ومنذ سنوات عديدة، إضافة إلى التمثيل، أنا أكتب البرامج للإذاعة والتلفزيون، وأكتب المسرحيات. ومن ضمن الأعمال الكثيرة التي كتبتها للإذاعات العربية في الخليج، أذكر أني كتبت لقطر وللإمارات، كتبت لهم مسرحيات لمهرجان التسوق في دبي. وهنا في لبنان كتبت عدة أعمال إذاعية لمحطات خاصة، ومنها إذاعة النور، كتبت لهم عدة برامج، وقد نال برنامجين منهم جوائز ذهبية في مهرجان القاهرة
على ما أذكر في 2001 و2003، ولكن للأسف هذه الجوائز سرقت، فقد حرمت من استلامها، حيث أرسلت الإذاعة مندوبا إداريا من موظفيها ليستلم الجائزتين، وحرمت منهما، وهما يعني الجائزة عادة فيها جزء مالي وجزء معنوي. أنا كان يهمني الجزء المعنوي، لأنه يتيح لي مجال التعاقد مع مؤسسات أخرى وشركات إنتاج أخرى، لأنهم في المهرجانات يحضرون ليتعاقدوا مع الفائزين بالجوائز. وهكذا حرمت من حقي في استلام هاتين الجائزتين.